لكم عن مفاتيح النجاح العشرة. دايما كل انسان فينا بيبقى ليه هدف في حياته بيدور ازاي ينجح، يعني بيقعد كده يقلب في الدفاتر ازاي ينجح، هو ده بيبقى هدفه كله. اول حاجه علشان تقدر تنجح هي الدوافع. يعني ايه الحاجه اللي تخليك اصلا تفكر في هدفك او حلمك ده؟ لازم يكون دافع. بتوع التنميه البشريه بيسموه محرك السلوك الانساني، يعني دي الحاجه اللي بتخليك تبدا تشتغل وتفكر في الهدف اللي انت بتدور عليه. تاني حاجه الطاقه. الطاقه يعني وقود الحياه، يعني ايه؟ يعني هي دي الحاجه اللي بتخليك تشتغل بجد، بتخليك تستمر في الحاجه اللي انت بتقابلها دي، لان انت عارف انك بتقابل صعوبات. تالت حاجه من مفاتيح النجاح العشرة المهاره. عمرك ما هتنجح غير لو كنت بجد عندك مهاره مش عند اي حد تاني. بس ممكن تكون متشابه معاه في المهاره، يعني ممكن يكون حد ده شبهك في المهاره ولكن بتختلف انت عنه في جزئيه. تيجي تاكل شوكولاته تقول الله الشوكولاته دي حلوه، والشوكولاته الثانيه حلوه برضه، بس دي تحسها مركزه اكتر. فهنا فرق المهاره. رابع حاجه التصور او التخيل. يعني ايه؟ يعني انت بترسم لنفسك خطه، بتقول انا هنجح امتى؟ بعد اول سنه، بعد ثاني سنه، بعد ثالث سنه، انت عارف محدد وفاهم كويس جدا امتى ممكن تنجح. خامس حاجه من مفاتيح النجاح العشرة الفعل. يعني ايه الفعل؟ يعني انت خلاص قررت وحبيت الحاجه اللي انت شغال فيها دي. الفعل هو الطريق الى القوه. يعني ايه؟ يعني انه انا خلاص انا واقف هنا وعايز اوصل لهدفي البعيد ده. طريق اللي انا ماشي فيه ده لازم امشي فيه بقوه، يعني لازم ابقى عارف ان انا هقابل مشاكل وابقى عندي استعداد ان انا اتحمل نتيجه المشاكل دي. سادس حاجه التوقعات. خليك عارف دايما ان كل ما هتمشي في طريق دايما هتقابل فيه صعوبات ودايما هتقابل فيه مشاكل. فانت انك تبقى متوقع المشكله من قبل ما تحصل ده نجاح في حد ذاته عشان تقدر تحقق الحاجه اللي انت بتحلم بيها. سابع حاجه من مفاتيح النجاح العشرة هي الالتزام. لازم يكون عندك التزام كبير جدا، لان الالتزام ده هو بذور الانتاج. بمجرد ما انت بيبقى عندك هدف وبتشتغل عليه وبتلتزم فيه، ساعتها اعرف ان انت هتنجح. لما تحس بالفشل بس انت مستمر وانت عندك احساس ان انا كده مش واصل للي انا بحلم بيه، اعرف ان انت هتنجح في النهايه. تامن حاجه المرونه، ودي مشكله كبيره جدا بتقابل اغلب الناس ما بيتصفوش بيها للاسف. في مشاريعنا وافكارنا واحلامنا لازم يكون عندنا المرونه اللي تخلينا نتعدى المشاكل اللي بنقابلها. خليك متاكد واثق مليون في الميه ان مش كل حاجه ورد. مش انت عندك هدف وحلم انك تخلص المشروع بتاعك ده وتاخده وتروح تسلمه للراجل اللي هيدفع لك فلوس، هيدخل يدفع لك فلوس. لا، لازم تبقى عارف ان هو مش هيدفع لك فلوس غير لو كذا وكذا 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 وكذا. فانت لازم تتنازل. المهم ما تتنازلش عن مبادئك، لكن مفيش مشكله انك تتنازل، انك تخسر فلوس في الاول، انك تتنازل انك تتعب بزياده. دي حاجات ممكن تتنازل عنها، لكن مش كل الحاجات اللي ينفع تتنازل عنها. خليك فاكر ده كويس. تاسع حاجه الصبر. خليك متاكد انه مفيش حد بني ادم فينا بينجح غير بالصبر. وكل الناس اللي نجحت في حياتها مش عشان اتمرمطت او اتبهدلت او تعبت او عاشت حياه صعبه، لا، عشان هو صبر وكان بجد عارف ان هو هيوصل في نهايه المطاف. اخر حاجه الانضباط، اساس التحكم في الذات. الانضباط من العناصر اللي لو ما حطيتهاش في ذهنك انت كده اعتبر نفسك مش هتنجح. كل بني ادم فينا حاطط اهداف، حاطط حاجات في حياته وبيقول انا هنجح فيها لما اعمل 1 و2 و3 و4، لكن هل هو بيعمل ده فعلا؟ ممكن وممكن. فانا عندي سؤال واحد لكل الناس والاجابه تكون سريعه ان شاء الله. لو انت عندك حاجه بجد بتحلم بيها وعايز تحققها، هل تفتكر ان هي سهله ولا صعبه؟ سهلة لو انا لا صعبها على نفسي. انا
صعبة بالنسبة للبيئة اللي أنا عايشة فيها. طيب سواء قلت صعبة أو سهلة، أنت بتفتقد لمفتاح من مفاتيح النجاح 10. بمجرد ما تملك ال10 مفاتيح دول هتعمل نفسك أنت خلاص وصلت. دور جواك، وأنا ممكن أديكم الباوربوينت دي تبص عليها بجد بعد كده شوية مع نفسك وبينك وبين نفسك وتفكر هو أنا إيه المفتاح اللي ناقصني في تحقيق هدفي؟ إيه الحاجة اللي ناقصاني إن أنا أحقق الهدف بتاعي؟ بشكركم جدا وسعدت إن أنا كنت معاكم.